تخيل تبص حواليك وما تلاقيش ابنك أو بنتك في المول. طبعا لحظة مرعبة ممكن تحصل لأي حد وفي أي وقت. وطبعا نطبق ده على أي مكان احنا موجودين فيه، مش شرط المول وبس. في بلاد زي كندا وأمريكا وأستراليا بيعلموا أولادهم من صغرهم يعملوا إيه لو تاهوا. النهاردة هقول لكم على 6 خطوات اتدرست في برامج رسمية هناك، وإزاي ندرب ولادنا عليها في البيت علشان يكونوا مستعدين. الخطوة الأولى: اقف مكانك ما تتحركش. في كندا برنامج اسمه هاجا تري أند سرفايف بيعلم الطفل لو تايه يقف مكانه أو يقعد في مكان آمن وما يتحركش. الجري بيخليه يتوه أكتر، والسكون بيساعد اللي بيدور عليه يوصل له أسرع، علشان المسافة بنسبة كبيرة هتكون مش كبيرة قوي. ده طبعا لأني متأكد إنك مش هتبقى في القاهرة ورايح أسوان ومش هتاخد بالك لحد ما توصل أسوان إن ابنك أو بنتك مش موجودين. أكيد هتحس بيه وأنت في اسكندرية، مش لدرجة أسوان. الخطوة الثانية: نادي على اسم ماما الحقيقي. في أمريكا المركز القومي للأطفال المفقودين بيوصي الأطفال يقولوا اسم ماما الحقيقي، يا ماما نجلاء، مش يا ماما بس، علشان الناس اللي حواليه يقدروا يساعدوه بشكل أسرع. وطبعا لو ماما هي اللي تايهة، للأسف يا ولادي يا حبايبي، بابا هيهرب وهيروح بيكم، لأنه عارف اللي هيحصل فيه من الماما. بس المفاجأة إنه هيروح يلاقيها قاعدة على السرير في البيت طبعا. هنا هتغنوا له سلم على الشهداء اللي معاك. نرجع تاني للجد ونقول إن لو بابا هو اللي في الموقف، يبقى يا بابا هشام، يا بابا ناجي. أصل اسألون أنا، الأبهات ساعات بيبقوا متوترين أكتر من الأمهات. الخطوة الثالثة: نادي واسكت. كل التعليمات بتأكد ينادي شوية ويسكت شوية علشان يسمع صوتك لو انت بتنادي عليه، وما يضيعش وسط الزحمة، لأن طبعا انت صوتك في الوقت ده بيشبه صوت الكمانجة. أموت وأعرف بتجيبي الحنجرة دي ساعتها منين. الخطوة الرابعة: اطلب المساعدة من ست وما تمشيش مع حد. في استراليا الشرطة بتوصي إن الطفل يطلب المساعدة من ست، ويفضل تكون معاها أطفال، ويقول لها ماما زمانها جاية بعد شوية وجايبة لعب وحاجات. دي مش حصة الزمن الجميل. هيقول لها ماما جاية لي هنا، ممكن تكلميها على الرقم ده. ودي أهم نقطة: ما يمشيش مع أي حد حتى لو كان شكله طيب. الخطوة الخامسة: احفظ رقم ماما بلحن. وكل البرامج بيأكدوا على نقطة الحفظ بطريقة مختلفة. الطفل لو حفظ الرقم بلحن زي أغنية بيفضل ثابت في دماغه. جربها مع ابنك أو بنتك كأغنية بسيطة. وطبعا مش محتاج أقول لكم، مش لحن من بتوع النمبر وان وشلته الهبيدة. شلته الهبيدة دول اللي هم المهرجانات، لأن أكيد مش هنخلص من أزمة ونبدأ أزمة جديدة. وعايز أقول لكم على حاجة: الهبيدة دول يومهم قرب معايا قوي. الخطوة رقم 6: لو شافوا أمن يروحوا له فورا. أدور على حد لابس يونيفورم أو بادج أو واقف على بوابة. في كندا وأمريكا الطفل بيتعلم إن ده الشخص الوحيد الموثوق فيه، بيساعده يرجع لأهله. وكمان علشان لما تلاقي ولادكوا مع الأمن يقبض عليكوا على طول بداعي الإهمال. وهنا هبقى أنا مش بس بقدم محتوى، لا، أنا هبقى كمان لعبت دور وطني مع رجال الأمن. المطلوب من كل أب وأم تدريب عملي في البيت لمدة 15 ثانية. في كندا وأمريكا بيدربوا الأطفال من 4 سنين بمسرحيات بسيطة. ماما تستخبى والطفل يتصرف كأنه تايه. بنكرر التمرين كذا مرة لحد ما الطفل بيتبرمج على الحل مش الخوف. اللي بنتعلمه ده مش خوف ولا تشاؤم، ده وعي وتدريب على الأزمات زي اللي بيتعلموا أطفال كندا وأمريكا وأستراليا. وكلنا بنستودع أولادنا عند ربنا، بس بنتعلم نجهزهم كمان. اللهم احفظ أولادنا وردهم إلينا سالمين، فأنت خير الحافظين. شارك الحلقة، يمكن تبقى سبب إن طفل يرجع لحضن أمه.